تبييت في الشطرنج. تعرف ان التبييت دي حركه خاصه ما بين الملك والطابيه، لعيبه الشطرنج اخترعوها علشان خاطر توفر حمايه وامان للملك، لان دي اهم قطعه. التبييت ده بيتعمل ازاي؟ انك انت بتحرك الملك بتاعك خطوتين وتجيب الطابيه جنبيه، ده التبييت القصير. وممكن تبيت طويل عن طريق انك تجيب الملك بتاعك خطوتين برده وتجيب الطابيه الثانيه جنبيه. تعرف ان التبييت ده ليه شروط، في حالات ما ينفعش تبيت فيها. اول حاجه ما ينفعش تبيت فيها انك لو حركت الملك ده هنا، بعد كده حتى لو رجعته مكانه فانت ما ينفعش تعمل تبييت لغايه اخر الجيم، ممنوع تعمل تبييت خالص. طب تعرف انك لو حركت الطابيه دي هنا وحتى برضو لو رجعتها مكانها ممنوع تعمل تبييت مع الطابيه دي، لكن ممكن تعمل تبييت مع الطابيه الثانيه اللي هو التبييت الطويل. حلو جدا. لعيبه شطرنج كتير قوي ما يعرفوهاش انك انت لو في فيل عند الخصم بتاعه هنا مسيطر على المربع ده كده هيخليك انك انت ما ينفعش تعمل تبييت. طب ليه؟ لانك انت لو حاولت تعمل تبييت الملك بتاعك هيمشي كده ويمشي ويلف مع الطابيه، لكن لو هو مشي كده خطوه هنا هيبقى مين واقف؟ الفيل، وما ينفعش الملك يتعرض للخطر، فعشان كده هو